بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. بسندكم إلى جبل الحفظ وشيخ المحدثين وطبيب الحديث في علله أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى ورفع في الجنة درجته وألحقنا وإياكم به في الصالحين ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما يعلم به شارحون شرح البخاري ثلاث مناسبات: مناسبات التراجم بالأبواب والأحاديث التي منها، مناسبة الباب لما قبله، وهكذا ترانا الحديث بدء الوحي، بمعنى الأعمال بالنيات بدء الوحي. قالوا أراد أن ينبه إلى أن قضية البدلية في الأعمال أساس مكين في المناورة من الدين على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. أيوة. الشيء الثاني أراد أن ينبه طالب أن يخالع الكتاب خاصة طالب العلم عامة وخالع الكتاب خاصة إلى تقديم تصحيح النية قبل كل شيء، وهذا ضروري جدا. لذلك اقتبس بعض الأئمة عن البخاري هذا تقديم حديث أعمال النيات لهذا الغرض، أن يجاهد الإنسان نفسه أن يصحح نيته والنية والأحوال كما سينبه. أخرج حديث أعمال النيات في كتاب الإيمان وقال شمل الصوم والصلاة والزكاة والإيمان، أدخل الإيمان في الأعمال وأنه يتأثر بالنية، وهذا شيء صحيح، لأن من عمل عن الضلال وصلب عليه لا يهتدي ولو جاءته كل آية، ومن خلص قلبه من التعصب لهواء نفسه وباطنها الذي يستهويها يستطيع أن ينفعه الهداية ويهتدي في الطريق المستقيم. فله تقديم إخلاص النية في كل أمر ضروري جدا، لأنه أمر منتشر من الطب، صار كثر المتدينون